السلام عليكم ورحمة الله. أخيرا المغرب بدور الثماني. شو بدك تحكي بصراحة؟ يعني منتخب ولا أروع من هيك، منتخب ولا أحلى من هيك. والله برافو، يعني منتخب. شفنا الأداء، شفنا الحماس، شفنا الانضباط، شفنا العزيمة، شفنا القتال على الكرة. منتخب، والله منتخب بيرفع الراس صراحة. منتخب يعني حقق إنجاز تاريخي، أول منتخب عربي بيوصل لدور الثمانية من بطولة كأس العالم. آه، يعني منتخب المغرب تصدر مجموعته ما من فراغ، يعني تجاوز كرواتيا بالتعادل، تجاوز بلجيكا، قدر يروح على بلجيكا، ربحها كندا. وانا مثل ما ذكرت بالحلقه السابقه انه منتخب اسبانيا ما نو اصعب من كرواتيا وبلجيكا. منتخب اسبانيا بمستوى بلجيكا او كرواتيا، بالتكتيك، بالهدوء، بالانضباط. قدر يوصل، يعني والله كابتن وليد يعني محضر لعيبته ذهنيا، مجهزهم. شفنا اثناء مجريات المباراه، صحيح هو لعب دفاع خلال شوطين المباراه والاشواط الاضافيه. ما بيهمنا الاداء، المهم وصل، المهم اخذ ربح المباراه وقدر يوصل لدور الثمانيه. هذا المهم. مباريات كؤوس هاي ما بيهمك الاداء، بيهمك انت انك توصل لدور الادوار المتقدمه بهيك بطوله مثل بطوله كاس العالم. فلما شفنا خلال مجريات المباراة، يعني خلال شوطين المباراة 90 دقيقة متكتل دفاعيا، مسكر مناطقه الدفاعية، عم يعتمد على هجمات مرتدة. آه، هو صحيح بعض اللقطات المباراة شفنا خطورة المنتخب الإسباني، بس ما فينه يلعب إلا هيك. هو أدرى بفريقه، هو ككابتن وليد هو أدرى بمجموعته. أنا ذكرت بالحلقة السابقة أنه شقين: الشق التكتيكي اللي هو هذا راجع للمدرب، والشق اللي هو يعتمد على اللاعبين، انه الضغط على حامل الكرة، الضغط بوسط الملعب. وذكرت مرابط ما شاء الله اليوم، يعني هو اللي يسكر او يصلح اخطاء زملائه. كان يصير كذا خطأ صار من لعيبة الوسط، مرابط ما شاء الله يصلح اخطاء زملائه. وهون قيمة هيك لاعب، هون قيمة هيك خط وسط، يعني ثقة، موجود صاحي مركز خلال مجريات المباراة. فما شاء الله. بنجي على الحارس خلال ضربات جزاء ياسين بونو، ما شاء الله ما شاء الله على هيك حارس، يعني صد للمنتخب الاسباني. ويعني بيروح منتخب المغرب باذن الله. باذن الله. يعني هلا بتوقع مباراه البرتغال تكون انتهت. تركت المباراه تقريبا 2-0 او 3-0 للبرتغال. بعتقد البرتغال راح يواجه منتخب المغرب نفس الموضوع. البرتغال ما اصعب من اسبانيا، وبعتقد انه المغرب حيكون له كلمه باذن الله ويوصل لبعد دور الثمانيه ان شاء السميع العليم يا رب. لانه منتخب شفنا ما شاء الله. يعني شو بدك تحكي بصراحه؟ ما فيني اذكر اي لاعب، لانه حيصير ظلم للاعبين، ان كان الحارس ولا ان كان خط الدفاع ولا الوسط ولا الهجوم ولا البدلاء اللي نزلت. شفنا الصابري عم يضرب ضربه الجزاء الاولى. يعني ما شاء الله كله جاهزين، كلهم مستعدين، كلهم محضرين ذهنيا ونفسيا لهيك مواجهه، لهيك مباراه. فكل التحية صراحة للكابتن وليد. كابتن يعني ما شاء الله تكتيكيا عالي تفكيره، عرف المباراة، قارئ منتخب اسبانيا بشكل جيد، وعرفان وين مفاتيح اللعب، وقدر يسكر وقدر يغطي عليه وقدر يقطع عنه. يعني صحيح ضاغط اسبانيا خلال شوطين المباراة، بس الحمد لله الحمد لله اجت. وهاي هون ضربة الشاطر، ضربة المعلم بألف. وهون شطارة الكابتن وليد، انه خلى الاداء ولكن قدر يتأهل. صحيح الاداء كان عم نلعب 90 شوطين مباراة او الاربع اشواط مع الشوطين اضافيات مدافعين، لكن انت اللي بهمك بمباريات الكؤوس انك توصل. فالف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق، منتخب بجدارة مثل ما قلت.
أخذ المباراة وقدر يتأهل وقدر يوصل لدور الثمانية بجدارة وعن جدارة. ودور المجموعات وهزيمته لمنتخب إسبانيا أكبر دليل على كلامي. يلا القادمات أجمل بإذن الله. ودور الثمانية بتوقع مع البرتغال راح دور عفوا اي نعم دور الثمانية حيكون مواجهته مع البرتغال. فإن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله بتكمل مع المنتخب المغربي وبيوصل وصول تاريخي لدور الأربعة إن شاء السميع العليم. هذا كان كل شيء. ألف مبروك. برجع بقول ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وللجماهير المغربية وللجماهير العربية بشكل عام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.